بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحديث 18 من 40 الحديثية في آداب المساجد. باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الخروج من المسجد بعد الآذان على قولين. القول الأول: يكره الخروج من المسجد بعد الآذان إلا بعذر، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطيالسي في مسنده والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. واستدلوا أيضا بحديث الباب الذي معنا عن أبي الشعثاء. أيضا قالوا إن الأذان إنما هو استدعاء للغائبين، فإذا خرج الحاضر فقد فعل ضد المراد. القول الثاني: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر، وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين، واستدلوا بحديث أبي الشعثاء الذي معنا، وقالوا إن أبا هريرة أطلق لفظ المعصية فكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان. واستدلوا أيضا بما أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. وقالوا لئلا يشبه فعل الشيطان في هروبه حتى لا يسمع النداء. في هذا الحديث كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوب إلا لعذر، وفي أنه إذا خرج لحاجة ثم يعود فلا بأس، كأن يخرج للوضوء أو لكلام أحد أو لتفقد شيء أو ما أشبه ذلك. وفي أنه لا بأس أن يخرج بعد الآذان إلى مسجد للصلاة على جنازة أو سماع محاضرة أو درس علم. وفيه بيان أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة في المسجد إذا سمع الآذان، وعدم الخروج من المسجد إلا لعذر. وقد حمل بعض أهل العلم النهي في الأحاديث على التحريم، ولكن أكثر أهل العلم يرون أن النهي في هذه الأحاديث محمول على الكراهة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.